راجل طلب اكل دليفري. اول ما فتح الطلب اتجمد في مكانه من الصدمه. جواه كان في علبه اكل نفس اللي كانت مراته بتعمله، مع انها ميته بقالها 10 سنين. ماسك لقمه بالعصيان ودقها. اول ما الطعم وصل له حس بالحراره فورا، بس الحراره دي مش عاديه، دي نفس نكهه مراته المميزه. من 10 سنين كان بيرجع من الشغل متاخر دايما، مرهق لدرجه انه مش قادر يفتح عينه. مراته كانت بتعمله اكل حار جدا نص الليل، لقمه واحده بس كانت كفيله تفوقه، وكانت مسمياه كرات اللحم براس الاسد بفلفل الفانوس. الفلفل ده كانوا زارعينه سوا في جنينه بيتهم. الطعم اللي رجع له ذكرياته خلاه يعيط. في نفس الوقت بنته كمان وصلها هديه، كانت عباره عن تورته وبسكويت عيد ميلاد لكل سنه من سن 11 ل 20. من ساعه ما امها ماتت عمرها ما احتفلت باي عيد ميلاد. يبقى كده ماما رجعت بجد. الاب والبنت جريوا بسرعه على المدرسه، بيت محطه كيتازاكا، المكان اللي اتقدمت لي فيه. عيد جوازنا يوم 20 مارس. اول مره اكلت اكلك كنت ساعتها واحد نعسان ومضروب على دماغه. بعد 10 سنين فراق العيله اتلمت تاني بطريقه ما حدش كان يتوقعها. ولما رجعوا البيت الام بدات تدير كل حاجه زي زمان. الاب كان مبسوط انه بيسمع زنها تاني، بس هي ما كانتش راضيه عن طريقه حياتهم. قالت لهم وروني انكم تقدروا تكملوا من غيري، لو ما قدرتوش مش هعرف اعيش كطالب مدرسه وانا مرتاحه. الاب قال بتوتر حاضر فهمت. البنت مسكت ايد امها جامد والعيله بدات من جديد. البنت بدات تدور على شغل والاب بدا يطبخ بنفسه. وفي نفس الوقت في بنت تانية كانت بتخرج بدري وترجع متاخر، وكانت دايما شايله معاها علب اكل. امها بدات تشك البنت دي بتعمل ايه بالظبط.